وسهلا بيكم. احنا جايين النهارده عشان نتكلم على موضوع شائك جدا ومهم جدا. موضوع حلقة النهارده هو موضوع العرسة والناس. بكل بساطة عشان ما اطولش عليكم وادخل في الموضوع على طول. حضرتك او حضرتك لما بتروح تشتري عربية قديمة بتكون فرحان ومزقطط وبتقعد تتصل بطوب الارض عشان تعرف ان حضرتك اشتريت العربية. وبعد اسبوع بتدخل بتلاقي روائح كريهة. يا ترى الروائح الكريهة دي من ايه؟ هنعرف دلوقتي. التجربة دي حصلت لي أنا شخصيًا، هاتكلم أنا عن نفسي هي حصلت لحد يعني كذا واحد بس أنا هتأقلم وكأنها حصلت معايا أنا. كنت جبت عربية وقعدت فرحان بيها طبعًا ومزقطط، وبعد أسبوع فوجئت كده وأنا ماشي وبالليل لقيت كده حديث جانبي، لقيت أستاذ عرسة وأستاذ عرسة. مين أستاذ عرسة وأستاذ؟ طبعًا ده مذكر وده مؤنث، قاعدين بيحبوا بعض في عربيتي، وده قاعدين بقى حب جانبي وده واقف وهو طبعا بصوتهم دوت. فانا طبعا اتجننت، قلت لا، عرسه وجوه العربيه؟ لا ما ينفعش. على طول ما كدبش خبر، دخلت على جوجل دب كيف تتخلص من العرسه داخل العربيه. ودخلت منتديات كتيره، وده اللي يقول لي مش عارف جيب مبيد حشري، وده اللي يقول لي مش عارف جيب شيح. المهم انا جبت كل الخلطات كلها ودخلت بيها. جبت مبيد حشري قوي جدا اللي هو بتاع زرع الجوافه، وجبت شيح ورشيته في كل العربيه، والمبيد الحشري رشيته وقفلت العربيه. وقلت استنى كده ايه 24 ساعه ما اركبش العربيه. وبالفعل بعد 24 ساعه وسبتها 48 ساعه رشيتها، بس المبيد ايه كان مركز. بعد 48 ساعه عديت جنب العربيه وببص لقيت استاذ عرس واستاذ عرسه قاعدين، ويقول لك ايه، قاعدين بيشكروا فيا. يقول لك الراجل ده كتر خيره ولازم نشكره، اللي هو انا كان عندي كحه والمبيد الحشري دوت شفى من الكحه. قلت بقى انا رايح اجيب مبيد حشري قد كده وراح اجيب دواء كحه، يطلع في الاخر دواء كحه ليه؟ قلت لا، ما كدبتش خبر، قلت لازم اخلص منه. ورحت جبت دقيق ورشيته في العربيه، وجبت اسنان ابيض طبعا عشان اعرف هما بيدخلوا منين. وبالفعل عرفت هما بيدخلوا منين وسديت الفتحه. بس يا ريتني ما سديت الفتحه، لان تاني يوم اتضح ان في فتحه تانيه. استاذ عرس اتاني العرس الكبير دوت، قال لي العرسه واتفقوا مع بعض ان هم يعملوا بارتي في العربيه. وبالفعل راحوا جابوا بارتي في العربيه وجابوا كل اصدقائهم وعرفوهم المدخل السري التاني. ودخل بقى اللي داخل بالعظم واللي داخل بالسمك واللي داخل واللي داخل واللي داخل ودخل، وعملوا بقى حفله من هنا للصبح لحد لدرجه ان هم سكروا. طبعا انا كنت متعود ان اخد العربيه واروح الشغل. نزلت متاخر في اليوم دوت، ويا ريتني ما نزلت متاخر، ويا ريتني كنت لحقت الاتوبيس. نزلت كده اتاريهم هم متعودين ان بعد الفجر بياخدوا بعضهم ويطلعوا من العربيه عشان محدش يمسكهم. اتاري بقى بفتح باب العربيه من هنا لقيت اللي نطط لي فوق الدركسيون، واللي نطط لي على الكنبه، واللي نطط لي فوق السقف. ويا ريتهم بعد كل دوت وكل واحد ماسك لي وقاعدين شغالين الله ينور لحد درجه واحد عملها في وشي. قلت ايه ده؟ قعدت اصوت، طب عرسه العربيه دي توجعني ولاد. وطبعا الريحه ما اقولكش على الريحه، طبعا مزيج من الريحه مع مزيج المبيد مع مزيج الشيح مع مزيج ما اقولكش، الريحه كانت بنت لذينه. قعدت اعمل كده، مش عارف ايه، ادخل جوه ولا اطلع بره، وارمي طوب من جوه العربيه. وبغبائي ضربت الطوبه جت في الازاز كسرته. وعمال قعدت بتاع وفاتح الكبوت كده عشان ايه؟ عشان ابقى احاول كده ان ايه هيشوف. بفتح الكبوت لقيت واحد هيفتح الكبوت ومرازقني برضه ريحه كده في وشي وطلع ايه. المهم انا اتاخرت على الشغل ومش مستأذن، اعمل ايه؟ ومدور العربيه بريحتها اللي زي القرف ديت. وطبعا قعدت جبت ورقه جورنال وقعدت عليها عشان الريحه طبعا وبتاع، ودور وشامي من روائح طول ما انا ماشي ما اقولكش. طول ما انا ماشي وسدد مناخيري، لدرجه ان انا كنت هشيل. كانت واحده معديه مش عارف، واحده تخينه كده معديه هي وبنتها ومش عايزه تعدي، وانا ماسك ريحه بالعافيه قاعد بجري من العربيه عايز اجري، مش قادر، مش مستحمل الريحه وعايز الحق الشغل. لدرجه دخلت فيها حاصل بقى يا اسطى. قلت لها يا اسطى ماشي يا حاجه، الريحه الزفت ده يا اسطى. قلت كمان هي طبعا كان صوتها كده. واخد العربيه وطايره ونزلت من العربيه. طبعا وانا سايق العربيه لقيت واحد طلع لي عبس بقى، كان ايه، كان سكران. طالع طبعا هو مش عارف يطلع منين. اتاري المخرج اللي بيطلعوا منه من ناحيه الدواسه كده اللي هي بتاعت البنزين وبتاع. بعض حضرته جاي بعمل كده، قوم دايس عليه، قوم داخله في عربيه مش عارف داخله في كشك ولا داخله في بتاع. المهم الراجل مسكني وخدت علقه في اليوم دوت، وقال له كمان ريحتك معفنه وديب وخدت علقه من هنا بتاع. قلت لا، الموضوع كده مش هينفع. قوم واخد العربيه ومدورها ورايح بيها على سلوكي،
قلت له تشوف لي العربيه دي وتشوف لي كل الفتحات اللي فيها عشان نخلص من العفسه ديت. احنا عايزين نخلص. المهم الراجل بالفعل خلصت على الفتحه الثانيه، ورحت وبتاع ونضفت العربيه في احلى مغسله وبتاع ورشيتها وكله تمام. لحد ما رحت وانا رايح، عايزين تعرفوا وانا رايح، ده في الحلقه الثانيه من حديث العرسه والناس هتعرفها.